الرحمة هي أعلى المشاعر الإنسانية. الوصف ده بيظهر إن الرحمة مش مجرد إحساس حلو، هي قوة أقوى من الحب، لأنها بتقدر تشعرك بالتعاطف وتساعد وتسامح الناس بطريقة ممكن تكون مش بتحتاج علاقة حب قوية. عشان كده اللي عنده رحمة يمكنه أن يتعلم ويعيش الحب بصدق وعمق، لأن الرحمة هي أساس لبناء علاقات إنسانية قوية، تفاعل إيجابي مع المجتمع. أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الحوار وحلقة جديدة من برنامجكم بيت العيلة. موضوع حلقة النهاردة عن الرحمة والتسامح. كل الأديان تحث على الرحمة وغيرها من الحاجات الطيبة، هي دي الأخلاق اللي بتدي للنفس الراحة والسكينة. الرحمة هي إحساس بالرأفة واللين، التعامل مع الناس وحتى مع الحيوانات. مظاهر الرحمة بتتجلى في اهتمام الأهل بأولادهم، في توفير الأمان والراحة ليهم. الرحمة بتبان أيضا في تلبية احتياجاتهم وضمان حياة كويسة ليهم، وفي حمايتهم من الانحرافات الضارة عشان نخلق أفراد مفيدين في المجتمع. مش بس كده، الرحمة بتكون كمان في معاملتنا للحيوانات، خصوصا الرحمة بتكون كمان في معاملتنا للحيوانات، خصوصا اللي بتكون جزء من حياتنا زي الحيوانات الأليفة. الأديان كلها بتشدد على الرحمة والرعاية للحيوانات، وبتحذر كمان من إيذائها. الرحمة بتظهر كمان في مساعدتنا للفقراء والمحتاجين، في مشاركتنا للآخرين في الفرح والأحزان. كمان لازم نكون رحماء مع الناس ذو الاحتياجات الخاصة ونقدم ليهم حقوقهم كاملة. الموضوع مش بس عن الأفراد، ده كمان عن التعامل الرحيم مع الناس بغض النظر عن عرقهم أو لونهم أو جنسهم. من غير كل ده لازم نهتم بكبار السن وصغار السن، نكون معاهم بطريقة تناسب حالتهم الصحية واحتياجاتهم. الرحمة مش بس مسألة قلب وإحساس، دي مسؤولية اجتماعية ودينية إحنا ملزومين بيها عشان نبني مجتمع أفضل. نيجي بقى نتكلم عن التسامح. هل إنك تسامح اللي ضرك يعتبر ضعف منك؟ نيجي بقى نتكلم عن التسامح. هل إنك تسامح اللي ضرك بيعتبر ضعف منك؟ تعرف إن التسامح بيفيدك أنت أكتر من اللي سامحته؟ طب إزاي؟ أنا هقولك إزاي. التسامح بيساعدك تقلل من تأثير الجرح ده على نفسك، بيساعدك إنك تتخلص من الأفكار السلبية اللي بتقفل على مش شايفة الكلمة هقولك إزاي. التسامح بيساعدك تقلل من تأثير الجرح ده على نفسك، بيساعدك تخلص من الأفكار السلبية اللي بتقفل عليك من الجرح اللي حصل. التسامح بيخليك تبني علاقة إنسانية متميزة مع اللي جرحك، وتظهر له التعاطف والرحمة. فالتسامح مش بس فضيلة، ده عمل بطولي بيحتاج شجاعة وقوة. إنك تسامح مش يبقى بس للآخرين، يبقى لنفسك أيضا، عشان تعيش حياة أكتر سعادة وسلام. لما تقدر تعمل كده يبقى في نصايح مهمة تعال نتكلم فيها. أول حاجة، اتجنب إنك تكمل في غضبك من اللي ضرك. عارف ليه؟ ببساطة جدا، لأنها زي ما قلت بتضرك أنت وبتضر جسمك أنت وعقلك. لو ما بتحررش منها وما بتخلصش منها هيبقى ليها تأثيرات سلبية على صحتك، زي مشاكل المعدة وضغط الدم العالي. ممكن تزيد من مشاكل نفسية زي الاكتئاب والقلق. أهم حاجة هنا إن التسامح مش بيبين إنك ضعيف أو بتسامح باللي ظلم، ده كلام غلط تماما. التسامح هو إنك تبطل تحس بالاستياء من حد أو حاجة، وده بيبين إنك قوي وعارف تتحكم في مشاعرك. المسامحة بتديك قوة، مش بتبرر السلوك السيء أو الأنانية. وبالطبع التسامح مش بيعني إن الشخص اللي أنت سامحته هيتغير في سلوكه، لا، هو فقط هيتم إنهاء تأثيره على حياتك. هتقدر تظبط حدود واضحة معاه لو لزم الأمر. وهنا مهم جدا إنك تتسامح مع نفسك. التسامح مع نفسك بيتضمن إنك تتخلص من نفس المشاعر السلبية اللي بتواجهها لنفسك، بتزيد المشاعر الإيجابية زي التعاطف والكرم والحب تجاه نفسك. المسامحة الذاتية بتدي بإقرار بالغلط وقبول الأمور. كمان بيمنحك فرصة للتحسين والمضي قدما في الحياة من غير ما تحمل نفسك بالذنب وتمنع نفسك من العيش. هقول لكم على قصة حقيقية حصلت في بداية عصر التابعين. يوم كان في راجل بدوي قاصد من الصحراء جاي بناقته، كان مرهق جدا من التعب اللي جه من الطريق، فربط ناقته خارج بستان ونام عشان يريح نفسه. الناقة اشتد عليها الجوع،
شافت بستان اللي فيه الأكل وصاحبها نايم، فدخلت الناقة البستان وبدأت تاكل وتخرب لحد ما صاحب البستان جه ولقى حالة الفساد اللي حصلت بسببها، فأخذ غضب وزعق عليها وحاول يطلعها من البستان، ولكنه ضربها على رأسها وماتت الناقة. الراجل اللي كان نايم فاق على صوت الناقة اللي ماتت، فبدأوا الاتنين يتشاجروا مع بعض. الراجل اللي ماتت الناقة قوي جدا، وخلال الشجار ضرب الراجل صاحب البستان على رأسه ومات. الناس كلها اجتمعت، وكان صاحب الناقة متهم بقتله. الراجل البدوي قال للناس اللي حواليه اتركوني أولا أرجع لأهلي وأعمل وصية، وبعدين أرجع وأقدم نفسي للقاضي. الناس كلها عرضوا طلبه، بس من حظه إن في الوقت ده كان الصحابي الكريم أبي هريرة كان بيمر عليه، ومن ضمن هذا الراجل البدوي غاب شهر ورجع شهر تاني، وبالصدفة أهل الراجل اللي مات راحوا لأبو هريرة وقالوا إزاي تضمن راجل مش عارف عنه حاجة؟ أبو هريرة رد عليهم علشان الناس ما تقولش انتهت الشهامة في أمة محمد. مفيش لحظات إلا والبدوي رجع، والناس سألوه إيه اللي حصل لك يا راجل؟ فرد عليهم علشان الناس ما تقولش انتهى الوفاء في أمة محمد. فقبل أهل الراجل اللي ماتوا عليه وقالوا علشان الناس ما تقولش انتهى العفو في أمة محمد. عايزة أقول حاجة، اجعل من قلبك مدينة تعمر بالمحبة وتزهر بالود، تفوح منها عطور التسامح والكرم. بكده تنتهي حلقتنا النهارده، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. اشوفكم على خير. اشتغل على قلبك خليه يتمنى الخير، اشتغل على قلبك يتمنى الخير للغير، ويحب كل الناس، ويقدر يسامح اشتغل على نفسك ما تبصش للماضي، اشتغل على نفسك كمل وامشي عادي، قلبك هو الأساس، لو يقدر يسامح والأحسن فينا اللي هيبدأ يسامح ويصفي النية. أنا آسف لو زعلتك، آسف حقك عليا، والأحسن فينا اللي هيبدأ يسامح ويصفي النية. أنا آسف لو زعلتك، آسف حقك عليا.